الفيديو ده موجه للأزواج، لازم يسمعوه لأنه مهم جدا. يا كل زوج، خلي بالك الصحاب مش أهم من مراتك وعيالك، والوقت اللي بيضيع وانت مع حد غير أهلك هتيجي لحظة وهتندم عليه. اسأل نفسك، وقتك بيروح لمين؟ طاقتك بتديها لمين؟ في ناس ضيعت عمرها في قعدات وسهرات وكلام فاضي، ونسيت أهم مشروع في حياتها وهو البيت. مراتك وعيالك هم رصيدك الحقيقي. الصحاب ممكن يجوا ويروحوا، لكن بيتك هو المكان الوحيد اللي هيفضل فاتح لك حضنه، واللي محتاجك بعقلك وقلبك ووقتك. يا جماعة، لما تضحك بالساعات مع أصحابك وترجع مش قادر تسمع كلمتين بس من ولادك، ده مش من رجولة. لما مراتك تستناك من الصبح علشان تتكلموا كلمتين وانت ترجع تعبان ومشغول، ده ظلم طبعا ليها. الوقت اللي ضاع بره بيتك مش هيرجع، والضحكة اللي ما شاركتهاش مع ولادك خلاص راحت، واللحظة اللي ما كنتش موجود فيها هتسيب وجع جواهم حتى لو ما تكلموش. رجولة مش انك تبقى قاعد مع الناس طول الوقت، رجولة ان بيتك يحس انك سند ليه، انك تبقى اب قبل ما تبقى صاحب، انك تبقى زوج قبل ما تبقى راجل. يا جماعة، لو غبت عن صحابك هيستنوك، لكن لو غبت عن بيتك ممكن في يوم ترجع تلاقيه ما بقاش بيت. رتب حياتك صح، خلي اولى الناس بوقتك هم اهلك، خلي اولى ناس بطاقتك ولادك، وخلي اولى فلوسك لبيتك. دي مش بس وصية، دي حياة يا جماعة. ولو مش عايز تدفع تمن غالي بعدين، خلي اهلك اولويتك من دلوقتي. يا جماعة، لو الكلام ده لمسك اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل رسالة ممكن تغير حياتك وتخلي بيتك أدفى وأسعد.